السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله قاع تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع كاطو سهل وسريع التحضير، اقتصادي ويقطع كميه كبيره. نتمنى يعجبكم، وما تنساوش تبارطاجيوه مع اصدقائكم وحبابكم، وما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي ارائكم في التعليقات. نبدا بسم الله. هنايا عندي 250 غرام تاع زبده طريه، مع كاس تاع سكر ناعم، كاس معمر مليح ومغربل. نزيد كاس الا ربع تاع الزيت. نخلط مليح بيدي. هنايا خليو الزبده تاعكم تكون طريه مليح باش كي تخلطوها تولي لكم على شكل كريمه كما راكم تشوفوا. هنايا خلطتها مليح حتى ولات لي هكذا. واذا ما حبش تولي هكا ديروها بالباطور. نزيد صفر بيضه وحده مع بيضه كامله، مغرفه صغيره تاع لافاني، ونخلط مليح بيدي. وتقدروا تستعملوا الباطور ولا الفوي. ومن بعد نزيد كاس تاع نواد كوكو، واللي ما يحبش نواد كوكو يقدر يعوضه بالجلجلان. الجلجلان كيف كيف راح يجي بنين بزاف. هاد الحلوه حتجي بنينه. بعد ما خلطته مليح دوك نبدا نزيد الفارينه. هنايا عندي كيلو تاع فارينه. دوك نضيف ونقول لكم شحال دالي كامل، مع باكي تاع خميره الحلوه. ونبقى نلم ونضيف نضيف الفارينه حتى تتلم وتولي لي عجينه طريه كيما هكذا. والكميه تاع الفارينه اللي بقات لي من الكيلو هي 250 غرام. نقسمها كريات كما كنتم تشوفوا هكا. درتها كريات تاع كريات وزن 20 غرام. طاحوا لي 65 حبه. ودوك ندير معكم الحشو اللي هو كاس تاع حلو الترك. نزيد له مغرفه كبيره تاع المعجون. ديروا اي معجون عندكم تاع مشماش ولا اي معجون. نزيد له مغرفه كبيره تاع عصير الليمون. وهذا العصير تاع الليمون راح ينقص في الحلاوه تاع المعجون مع حلو الترك. نخلطهم ونعجنهم مليح بيدي كيف. ومن بعد نحكم كريه ونحلها مليح هكذا بيدي. وندير الحشو حلو الترك لداخل. ديروا حوالي 7-8 غرام ونغلقها مليح. وكي تكونوا تغلقوا يعني ضغطوا عليها بيديكم شويه وكوروها باش الحشو ما يخرجش. نزيد حبه واحده اخرى معاكم كما قلت لكم. حلوها بيدكم، تحلوهاش رقيقه بزاف. وديروا الحشو اللي يكون بوزن 5-8 غرام. وغلقوا الحبه تاعكم مع الضغط كيما هكذا باش الحشو كي تحطوها في الكوشه الحشو كي يذوب ما يخرج لكمش من الحبه. انا نكمل كامل الحبات ونوريه لكم في الصنيوه كيما راكم تشوفوا. شوفوا الكميه اللي خرجت لي الله يبارك، 65 حبه. دوك انا كنت شعلت الكوشه وخليتها تسخن مليح. نحط الصنيوه تاعي في الكوشه ونخليهم يطيبوا على 180 درجه ونخليهم يبردوا. ومن بعد نزينوهم كيف كيف. بعد ما طابت الحلوه تاعي وبردت مليح، هنايا عندي نواه كوكو جوز الهند محمص. حمصته حتى دا هذا اللون بني فاتح. وعندي كيف كيف العسيله مش حنعسل به، برك ندهن الحبه تاعي باش نواه كوكو يلصق. كيما كنتو تشوفوا الطياب تاعها جا ذهبي، ما جاش طايبه بزاف. والعسيله دخله وخرجه. ونمسحها مليح، ما نخليهاش تشرب العسيله باسكو حتجي حلوه بزاف. نرمدها في نواه كوكو. وشوفوا الشكل تاعها كيفاش جا وتبدل، يعني ططت الحبه وجات شابه. تقدروا تحطوها ديريكتومون هكذا في لي كيسات، ولا ديروا لها كيما هكذا خطوط تاع الشوكولا ومن بعد تحطوها في الكيسات. التزيين راح يكون اختياري وكل واحد ومقدوره. وها هي الحلوه تاعي كامل. بعد ما كملتها كيما كنتو تشوفوا انا يا حبيبات زينتهم بخطوط تاع الشوكولا، وحبيبات خليتهم هكذاك ما زينتهمش، ولكن الشكل تاعهم جا شباب. شوفوا.
وحتى المذاق جات ما شاء الله، جات هايله. ودوك نقسم معكم حبه وتشوفوا كيفاش جات. شوفوا كيفاش راهي طريه، جات تذوب في الفم. وحلو الترك راهي لداخل، يعني العشاق حلو الترك هاد الحلوه حتعجبكم بزاف بزاف. جات تذوب في الفم ما شاء الله. وبرك حبيت نقول لكم ملاحظه، اذا تحبوا نوات كوكو تجيكم البنه تاعو شابه في الكاطو، خيروا نوات كوكو النوعيه تاعو تكون شابه. في الاخير نقول لكم تهلاو في روحكم، وستنوني في فيديوهات جايين ان شاء الله. مع السلامه.